بص لكتفك الشمال دلوقتي، شايف العلامة الصغيرة دي؟ دايرة أو خط أو ندبة محفورة في الجلد، ممكن تكون باهتة شوية، ممكن تكون واضحة، بس في النهاية لازم تكون موجودة. العلامة دي 76% من المصريين عندهم زيها، وال24 الباقيين عندهم مشكلة هيعرفوها بعد دقايق. لكن لو ده فيديو بيتفرج عليه أمريكي أو كندي أو حتى اتولد في معظم أوروبا الغربية، فالعلامة دي مش هيلاقيها. العلامة دي مش لقاح أو تطعيم بس، العلامة دي بتفصل العالم لنصين حرفيا، وانا واثق ان محدش قالك عن السر اللي انا هقوله لك في الفيديو ده، فعشان كده كمل معايا للاخر. تخيلوا معايا ان في علامه صغيره في كتفك الشمال، شفتها مليون مره كل يوم وانت بتلبس، كل صيف وانت لابس لمؤاخذه الفلين الحمالات، ومحدش قالك ان العلامه دي وراها قصه عمرها 100 سنه، وليه الدول الغنيه شالتها من زمان. الكارثه اللي حصلت في المانيا سنه 1930 اللي قتلت 77 رضيع، وممكن كانت توقف اللقاح ده للابد. وازاي العلامه دي ممكن تكون انقذت حياتك في وقت انتشار فيروس كورونا من غير ما تحس ومن غير ما تعرف ليه. لو بتشوفني لاول مره اتمنى ما تكونش الاخيره، علشان كده خليني اقول لك انا عبد الله طارق سيجما، واللي اتقال لك نص الحكايه، اما النص التاني فدي شغلتي انا. فعشان كده عاوزك تتاكد انك مشترك في القناه لو مش مشترك. خلينا نروح مع بعض لسنه 1908 في باريس. هناك بنشوف عالمين فرنسيين، راجل اسمه البيل كلمت وصاحبه كاميل جيران. هو الاسم مش كده بالفرنسي بس خليها جيران. العالمين دول بيدخلوا معمل صغير في معهد اسمه باستير، هدفهم محاربة أكبر قاتل عرفته البشرية لحد دلوقتي. القاتل ده مش هتلاقي اسمه لا في أفلام الرعب ولا في كتب التاريخ ولا حتى في القصص اللي كانوا بيحكوها لنا زمان واحنا صغيرين علشان يخوفونا. القاتل ده صاحبي اسمه السل. في القرن ال19 السل قتل حوالي ربع سكان أوروبا، يعني من كل 4 ركاب قاعدين قدامك في الترام واحد منهم بيتصاب بالسل وبيموت، مفيش فرصة إنه يعيش. الله يرحم الترام بقى في اسكندرية. كلمة وجيران قرروا يدخلوا المعمل سنة 1908 وما طلعوش منه إلا سنة 1921. 13 سنة كاملين قاعدين جوه المعمل وما طلعوش منه. الاتنين دول عملوا حاجة مجنونة، أخدوا البكتيريا بتاعت السل من البقرة وضاعفوها 231 مرة على مدى جيل بعد جيل. بكتيريا كانت بتموت ربع العالم تقريبا، ضعفوها لحد ما بقت ضعيفة جدا، ضعيفة لدرجة إنها مش هتموتك بس قوية لدرجة إنها هتعلم جسمك إزاي يحارب الأصلية. وده اللقاح اللي بقى معروف باسم BCG، وده اختصار لبكتيريا كلمة جيران على اسم العالمين اللي اكتشفوه. ودي بالظبط العلامة اللي في كتفك وانت قاعد بتتفرج عليها دلوقتي. الحكاية يا صاحبي ما خلصتش لحد هنا، لان الجزء ده ناس كتير واولهم انا ما كنتش اعرفه. سنة 1929 في مدينة ألمانية اسمها لوبيك، 2 مسؤولين صحفيين متحمسين جدا للقاح الجديد ده، راجل اسمه جورج ديكا مدير مستشفى وصاحبه ارنست التشت، والتشت ده يبقى هو مسؤول الصحة في المدينة. الاتنين دول استوردوا اللقاح من باريس ومعاه التعليمات الدقيقة علشان يحضروه في معاملهم. بعدها طبعوا منشورات للأمهات: طعموا أطفالكم، اللقاح ده آمن تماما. وفي ال 24 من فبراير سنة 1930 بدأ التطعيم فعلا إنه ينتشر. من أصل 412 طفل اتولدوا في لوبيك سنة 1930 وقتها 251 طفل تلقوا اللقاح. بعد أسابيع قليلة الأطفال دول بدأوا يموتوا. من 5 إبريل لحد سبتمبر 77 رضيع ماتوا، 72 منهم ماتوا بمرض السل، والباقي 173 طفل اتصابوا بالسل ولكنهم عاشوا. اللي حصل ان في معمل لوبيك كان في ركن تاني بيخزنوا فيه بكتيريا السل الحقيقيه واللي هي بتقتل، وساعتها البكتيريا الاصليه اختلطت باللقاح وكل رضيع حرفيا اتطعم بالمرض وكانه كان بيشرب بكتيريا قاتله من بقه. استنى هنا، بقه؟ ايوه بقه. في حاجه هنا محدش واخد باله منها، اللقاح الاصلي الBCG ما كانش حقنه، ده كان مجرد نقط بتتحط في بق الرضيع. اللي ماتوا في لوبيك ماتوا لان البكتيريا الملوثه وصلت من بقهم لمعدتهم للرئه بتاعتهم. بعد الكارثه دي العلماء قعدوا يفكروا، السؤال كان ازاي نديك اللقاح وما نعرفش اصلا انك خدته؟ ازاي هنعرف نحدد الناس اللي اخدت اللقاح اصلا من الناس اللي ما خدتش اللقاح؟ اللقاح اللي وقتها كان بيتاخد من البق كان عنده مشكلتين كبار. الاولى حمض المعده
كان بيقتل نص اللقاح تقريبا. يعني الجرعة اللي بتوصل فعليا لجسمك عمرها ما كانت بتبقى دقيقة لدرجة اننا نقول ان الشخص ده مستحيل انه يجيله المرض، ولا حد كان بيقدر يتأكد ان الطفل ده اخذ التطعيم فعلا. كان ممكن الطفل يتف، كان ممكن يتقايأ، كان ممكن الام تاخدها بدل منه. عشان كده اخترعوا الحقنة، لكنها مش اي حقنة، حقنة في طبقة معينة من الجلد بتسيب علامة تفضل معاك لآخر يوم في حياتك، علامة مدى الحياة. تخيلوا معايا الفكرة دي، أول مرة في تاريخ الطب بيخلوا الجسم نفسه هو الشهادة اللي بتثبت إن أنت اتطعمت أو لأ. مش ورقة ومش كارت، دي علامة جوه جلدك بتروح معاك لحد القبر. الموضوع ده نجح في كل الدول. معظم الدول كانت مش بتقبل الطفل لو ما لقيتش العلامة دي في كتفه. الجيش نفس الكلام، بعض الوظائف الحكومية نفس الكلام. العلامة دي يا صاحبي مش أثر جانبي، دي الهدف من التطعيم نفسه. محدش قالك إن اللقاح ده مصمم خصيصا علشان يسيب العلامة دي بالظبط، لأن كل لقاح تاني، الحصبة، الجدري، شلل الأطفال، ما بيسيبش أي علامة، بس ده بيسيب. لأن من غير العلامة دي مفيش إثبات إنك اتطعمت، ومفيش طريقة تتأكد إن دولة كاملة اتطعمت بالكامل بتطعيم السل. نرجع لجورج وإرنست اللي تسببوا في موت الأطفال. ساعتها المحكمة حكمت على جورج بالسجن 2 سنين، وإرنست التشت بالسجن لمدة 15 شهر. وبعدها التحقيق طلع بنتيجة قاطعة إن اللقاح بريء. لكن بعدها الكارثة دي علمت العالم درس ما كانش وقتها معمول حسابه. ساعتها التطعيم ده اتحول من انه يتاخد عن طريق الفم الى انه يتاخد عن طريق الجلد، ومش اي مكان في الجلد، لازم المكان تقدر بسهولة تكشفه لأي مسؤول يطلب منك شهادة التطعيم. وساعتها مفيش اسهل من الكتف انك تبينه. تخيل لو التطعيم ده كان متاخد في العضل مثلا. بنشوف بعدها العلامة دي موجودة في كل واحد فينا. كل ندبة في كتف كل واحد فينا بتحمل في داخلها ذكرى 77 رضيع ماتوا في ألمانيا سنة 1930. علشان كل واحد مننا يعيش كان لازم 77 طفل يموتوا في الأول. لكن لو فاكر إن القصة خلصت يبقى أنت كده فايتك أهم جزء في القصة. دلوقتي خليني أوديك سنة 1974. في السنة دي منظمة الصحة العالمية قررت قرار غير التاريخ بالكامل. ضمت لقاح BCG لبرنامج التطعيمات الإجبارية في كل الدول النامية. أيوة احنا من الدول النامية. طيب يا سيدي شكرا كفاية. في نفس السنة مصر فرضته إجباري في كل محافظاتها. كل طفل كان بيتولد بعد 8 أسابيع بياخد الحقنة في الكتف الشمال. لكن هنا التويست اللي محدش هيقوله لك، في نفس الفترة الدول الغنية بدأت توقف اللقاح ده. طب ليه؟ أمريكا، كندا، معظم الدول الغربية، أستراليا، كلهم وقفوا اللقاح. ليه؟ علشان السل بيختفى تقريبا من عندهم، والعلامة اللي في كتفك اللي احنا شايلينها هم كمان شالوها، لكن مش موجودة عندهم في أي كتف حد فيهم. العلامة دي يا صاحبي بقت خريطة العالم. يعني لو شفت إنسان عنده العلامة دي تعرف على طول إنه اتولد في الهند، الصين، مصر، البرازيل، نيجيريا، باكستان، اندونيسيا. انما بقى لو ما لقيتش العلامة دي يبقى الإنسان ده غالبا اتولد في أمريكا، كندا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا. العلامة دي في كتفك يا صديقي بقت بصمة الفقر العالمي. لو انت أمريكي شرعي عنده العلامة دي يبقى أبوك وأمك لا مؤاخذة من دولة فقيرة. في اليابان مثلا الأطباء الشرعيين بيستخدموا العلامة دي علشان يعرفوا الجثث المجهولة جت من أنهي دولة. كأن جسمك حرفيا شال جواز سفر مستحيل إنه يضيع لأنه مختوم على جلدك للأبد. نيجي للسؤال اللي ممنوع تسأله، لو الدولة الغنية شالت اللقاح ده من عندهم ليه لسه بيدفعوا مليارات الدولارات علشان الدول الفقيرة تاخده؟ يعني منظمة الصحة العالمية بيمولها مين؟ بيل جيتس بيتبرع بالمليارات في برنامج التطعيم في الهند وأفريقيا. ليه؟ اليونيسيف اللي هي منظمة الطفل في أفريقيا بتشتغل من فلوس مين؟ الإجابة الرسمية بتقول إحنا بنحب الإنسانية. يا عيني على الإنسانية. إحنا بنساعد الفقراء. الإجابة الحقيقية أعقد من كده بكتير. اسمع كده، البكتيريا ما بتعرفش حدود، الفيروسات ما بتقدمش جوازات سفر. في 2026 كل يوم عشرات الآلاف بيسافروا من الهند لأمريكا، كل يوم آلاف بيسافروا من مصر لأوروبا، كل يوم عمال جايين من دول السل لدولة ما فيهاش سل. فلو السل لسه عايش في الدول النامية دي يبقى ساعتها السل لسه قاعد ومستني تذكرة طيارة. دي مش نظرية مؤامرة يا صاحبي، ده منطق صحة عامة بسيط. اعمل كده معايا الحسبة. تطعيم طفل في مصر بيكلف $1 تقريبا. علاج مرض السل في أمريكا بيكلف 18,000 دولار. يعني بحسبة بسيطة لو طفل من الدول النامية دي كبر بدون لقاح وسافر لأمريكا، ساعتها هينقل السل ل50 أمريكي. ساعتها أمريكا هتدفع كام؟ أرخص حاجة على أمريكا
انها تمول تطعيمك انت، انما اغلى حاجه على امريكا انك تكبر من غير تطعيم. السر بقى اللي انت كنت عايش بيه وما كنتش تعرفه طول الفتره دي، ان العلامه في كتفك يا صاحبي هي نفسها تامين على حياه الامريكي. اكيد يعني محدش بيطعمنا علشان سواد عيوننا، بيطعمونا علشان زرقان عينيهم. ولكن المفارقه الجميله في الموضوع كله ان في الحاله دي مصلحتهم كانت من مصلحتنا، لان اللقاح ده فعلا انقذ ملايين الاطفال العرب من الموت بالسل. بس مصدر الفلوس والاصرار على اننا ناخده ما كانش حبا فينا، كان بس مجرد حماية ذاتية للدول الغنية. وده اللي ميز اللقاح ده عن اللقاحات التانية، اللي ينفعك بيكسبهم واللي يكسبهم ينفعك. في الحالة دي حاجة اسمها المصلحة المشتركة. بس بعد كده لما حد يجي يقولك احنا بنحبك أو بنساعدكم أو بنفكر في مصلحتكم، افتكر العلامة اللي في كتفك كويس، افتكر إنها مش هدية، هي بس مجرد تأمين ليهم. لكن لسه في حاجة حصلت في 2020 محدش كان متوقعها. كورونا لما ضربت العالم ودراسة بعد دراسة بدأت تطلع نتيجة غريبة. الدول اللي عندها اللقاح BCG إجباري عدد الوفيات اللي فيها كان أقل بكتير من الدول اللي وقفت اللقاح ده. ليه؟ النظرية بتقول إن اللقاح ده مش بيحمي من السل بس، ده كمان طلع بيدرب جهازك المناعي إنه يحارب أي عدوى بشكل عام في المستقبل. يعني العلامة الصغيرة دي في كتفك اللي انت ما خدتش بالك منها ممكن تكون كانت انقذت حياتك في سنة 2020 من غير ما تحس. يعني اول مرة في تاريخ العالم الحديث اللي اتولد في الدول الفقيرة كانوا محظوظين اكتر من اللي اتولدوا في الدول الغنية. العلامة اللي كانت بصمة فقر بقت هي نفسها بصمة الحماية. في الاخر يا صديقي، العلامة اللي في كتفك مش مجرد ندبة، دي 13 سنة من شغل عالمين فرنسيين في معمل صغير في باريس. 77 طفل ماتوا في ألمانيا علشان احنا نعيش. قرار اتخذ في سنة 1974 وضع مصر في خانة الدول النامية للأبد. ودرس في 2020 إن اللي بيبان عيب أحيانا بيبقى ميزة. كل ندبة في كتف مصري حاملة تاريخ القرن العشرين كله. الفار اللي خلى دولتنا تديك اللقاح هو نفسه اللي ممكن يكون حماك في 2020. والتخلف اللي انت زعلان منه أحيانا بيكون هم اللي أطلقوا الاسم ده علشان يضعفوك طول ما انت عايش. العلامة دي كانت قصة وانت عمرك ما سألت عليها، دلوقتي انت عرفت القصة. وقبل ما امشي خليني اقول لك حاجة بسيطة. تخيل انك عايش 30 سنة شايف العلامة دي في كتفك كل يوم، ولا مرة قلت يا ترى دي بتاعت ايه. تخيل كمان انك ما تلاقيش العلامة دي اصلا، فساعتها هتجري على ابوك وامك واسألهم انا ابنكم فعلا ولا انتوا خطفتوني من دول العالم الاول. استنوا كده اتأكد ان العلامة بتاعتي موجودة ولا لسه. الحمد لله طلعت مصري. انا مصري. نسيت اقول لكم، اللي سجل الفيديو ده عبد الله طارق اللي هو انا، واللي كتب الفيديو ده عبد الله طارق اللي هو انا برضه. اما بقى اللي منتج الفيديو فهو محمد الزغبي. احلى مسا عليك يا محمد. حبيبي يا قلبي.